قال يا رجال قال صلي لنا، ما مش فايدة والله صلي. قال لك يا رجال قد عرفنا فلان أقسم لك بالله العظيم أدوك ما يصليش، والله فوق رزق وصلاة مدترة مش على الصلاة، أهم شيء نيتك طيبة والله. ليش ما تصلي؟ بدأ يضرب لك الأمثال، فلان ما يصليش ونعرفه وفوق رزق، وفلان محبوط عمل. طيب وانت تتوقع محبوط عمل من جيزة؟ يسمع المؤذن للصلاة فلا يجيب، ويدخل المسجد تحصل دائما وقت زبل تعب، الناس صلوا، الناس تروحوا، الناس كملوا، الناس صلى على النبي جاع، قيل النفس طرح لحظين وافتهم وريح بالك شوية وصلي والدنيا طيبة. وكان معنا إمام كان يجي من قرية ثانية يخطب عندنا رحمه الله، في تعب في كتب كان يعطف ورقة حق البياض نصين ويكتب من عند إن الحمد لله نحمده تعالى، وطويل حق البيحاني كتبوا بعدين كان يلصقون مع بعض وبرامين كلهم وبرام الخطبة كلها وطرحهم. وجاء عندنا على سبيل يصلي وصل قبل الجمعة الساعة 10 أو 10 ونص، كان 10 أو 10 ونص بالكثير، وعندنا نزل البريك توضين، دخلت نزلت توضي وصلي ركعتين، وواحد دخل من الباب الثاني من البلاد شل علي الخطبة من العمامة وخبيها بالجيب ومشي. وقت الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صاحبنا قام الصف الأول الله يرحمه قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدأ يأذن وبدأ يفتش. ما هل هذا؟ فكان يقول لنا احنا جالسين الخطبة مكسور الناموس ذي بزها يرد له بقعته. الناس مش عارفين ايش الموضوع، ويعني عند الثاني ايش في مشكلة في حاجة، ويقول الخطبة كما يعطوا خطبة الجن. ما احناش دارين ايش الموضوع، لا احنا ولا الحاضرين ولا المؤذن. المهم بيكرر الخطبة السفيه ذي بزها يردها. من يعيك يردها قدام الناس؟ ما حد راضي يردها اصلا. المهم ما حد راضي. المؤذن قد عند حي على الصلاة ما عسى يتحمل ويسمع الخطبة فلت وراح ضحك في الصرح. ورجع لعنده قال له يا حاج ياسين الله يحفظك شل الكتاب من عندك انا واخطب من حالك. كان استحسن الفكره، قال ما يصلح ورقات عبد بينا ليسقوا دكتور. قلنا الحين الله لا بز الخطبه وفتحنا النص. هي طبعا كانت الخطبه موزعه من شعبان رمضان شوال ذو القعده الحجه، هو فتح على النص طلعت 6 شوال. وحتى هو لما خطبت راح النظاره كان يخطب لنا الكتاب هكذا ويعين عندنا، وقلنا الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه، واصحابنا يدخلوا ويخرجوا ويدخلوا ويخرجوا داخل المسجد ويتخبروا على الماء وعلى المطر على الأمم يعني، ويعلي عندنا ويعين عندنا ويقرأ إن الحمد لله يقرأ بس حسوا علينا. وبدأ أما بعد فمن صام رمضان أخدع 6 من شوال ودخلنا شوال. ووقف شوية وعيل عندنا دواء، تصور أنت دواء بالميكروفون دواء شوية مرة ثانية يعيد. احنا جالسين مستمعين وعاد بيقرأ بيواصل ما معكم للدخلة والخارجة. وسكت شوية قراش في المسجد. المهم بطلت الصلاة بطلت الخطبة، رجعوا قالوا خلاص صلي بنا، صلينا وكملنا وتوكلنا على الله وراح. كان قال لي واحد خلاص نصلي والخبر قوه والخطبة انزل. أقام الصلاة وصلينا وخرجنا وكان حزين من كل قلبه والله. ليش هكذا؟ احنا جينا نصلي، احنا جينا نعبد الله، جينا نتقرب إلى الله، منو ذي بس الخطبة؟ ليش هذا المهر الباطلة؟ منو محبوط العمل ذي شلة أحبط الله عمل الدنيا وآخرة. والله أحبط الله عمل الدنيا وآخرة، أحبط الله عمل الدنيا وآخرة. لا تحاول أن تتسيف أو تتطاول على إمام ولا على خطيب ولا على مؤذن ولا على شيخ أبدا. ليش يعني خلي أعراض الناس مباحة، إماما وخطيبا وشيخا وداعية وفقيها ومحدثا أبدأ أنا أتناول بالواتساب والتويتر والماسنجر والفيسبوك وغيرها من الوسائل ونبدأ نتكلم عليه ونسبه ويعني يقل أدب عليه. ما قال الخبر أنا نحترم دعاتنا وعلماءنا. أي بلد يا أخي هذه عندنا بهذا البلد ما نحترم دعاتنا ولا علماءنا؟
من نحترم يا أخي؟ المغنيين والمهرجين والتافهين.